عزيز ولاد رافع كنحشموا فين ما كيدوزوا السياح كيلقاو الناس هازين البيدوزات والعيالات كيسقيو والعيال والبنيات. كاين واحد الواقع وهو ان 7 سنوات متتاليه ديال الجفاف وباقي الجفاف حتى اليوم راه ماشي ساهل وراه عمرنا ما عشناها في بلادنا، نعرفوه ونقولوه بكل وضوح. كاين شي حل ولينا كاين الحل اليوم في هذه القبه هذه نعرفوا الجواب باش نقنعوا الناس يبقاو يزيدوا يتعطلوا. راه ديجا على الشيء الاحصاء واحد العدد كبير ديال الجماعات القرويه نقصوا منهم السكان. تفضلوا السيده النائبه المحترمه. لا المعارضه تفضلوا. السيد الوزير، كارثه عظمى، سياسه عوجه وعرجه وما عندهاش الرجلين. النساء في جهه الرباط كيعانيوا العطش، غادي نجيبهم لك السيد الوزير يجيو عندك يعمرهم عندك الماء من الوزاره، لان حنا ولينا كنحشموا لان هذه الحجره حجره اقتصاديه واجتماعيه كيعانيوها الناس في تدانه وفي قريه بن عوده وفي بني عزيز وولاد رافع كنحشموا فين ما كيدوزوا السياح كيلقاو الناس هازين البيدوزات والعيالات كيسقيو والعيال والبنيات. عار اللي كنعيشوها السيد الوزير. انا ما غنقولكش اجي زورنا ولا اجي زور سوق اربعاء الغرب، انا غادي نقول لك عباد اتقى الله فينا. شكرا سيده النائبه. تفضلوا السيد النائب. سيد الوزير، سيد الرئيسة، سيد الوزير الله يجزيك بخير. بغيتك تجاوبنا سيد الوزير. انا ما بغيتش في اطار وحده الموضوع، ما بغيتش انا سيد الوزير ارقام ولا استراتيجيه. بغيتك تجاوبنا سيد الوزير الله يجزيك بخير على سؤال مهم اللي في الدائره ديالي حرت كيفاش نجاوب هاد الناس في اقليم سيدي بالنور والجديده وفي المغرب كامل. هو هاد الناس السيد الوزير اللي كيجفوا لهم البيار، اش غنديروا معاهم؟ بغيت السيد الوزير لا الناس كتسنى حاطه حويجاتها واش ترحل المدينه واش راه لا يعقل السيد الوزير. سورتو السيد الوزير ان هذه المناطق ما فيهمش الفرجه المائيه. انا متفق معك لو كنت تكون الفرجه المائيه نبغيو نحافظوا على كاملين، ولكن واحد في الباديه جف ليه البير ديالو ولا راب ليه البير ديالو الصباح كيصبح عاطل. اشكال حقيقي السيد الوزير. بغيتك الله يخليك كاين شي حل قول لنا كاين الحل اليوم في هذه القبه هذه نعرفوا الجواب باش نقنعوا الناس يبقاو يزيدوا يتعطلوا. راه ديجا على الشيء الاحصاء واحد العدد كبير ديال الجماعات القرويه نقصوا منهم السكان ماشي تزادوا فيهم نقصوا، والسبب الكبير هو ندره المياه. الله يكثر خيرك السيد الوزير. بغيت شي جواب يشفي لي هذا الغليل باش نلقى ما نقول الناس. وشكرا. الجواب ديالكم السيد الوزير على التعقيبات. شكرا السيدة الرئيسة، شكرا السيدات والسادة النواب على التدخلات الهامة والترافع ديالكم على قضايا المواطنات والمواطنين. بغيت نقول لكم حنا كحكومة كذلك الدور ديالنا وهو أن نخدموا المواطنات والمواطنين. حنا عارفين الإكراهات وعارفين الصعوبات وعارفين المعاناة ديال كل المواطنات والمواطنين، ولذلك حنا تنشتغلوا بروح وطنية كبيرة، تنشتغلوا بدقة بكيفية موضوعية، لأن الهدف ديالنا وهو كيفاش يمكننا نحلوا المشاكل المواطن، ماشي كيفاش غنصرخوا. اللي أساسي هو كيفاش غنبنيو وكيفاش غنخدموا باش هذه المشاكل ما تبقاش تطرح مستقبلا. كاين واحد الواقع وهو أن 7 سنوات متتالية ديال الجفاف وباقي الجفاف حتى اليوم راه ماشي ساهل وراه عمرنا ما عشناها في بلادنا، نعرفوه ونقولوه بكل وضوح. كاين وبالتالي هذا معلوم عنده انعكاسات كبيرة، وعارفين بان الناس تقاسوا بزاف خصوصا بالنسبه للفلاحه، بالنسبه للناس في العالم القروي، وكانت الهجره هادشي كله لا نقاش فيه. ولكن اللي مهم وهو ان يكون عندنا واحد التصويرات. ملك عطانا توجيهات واضحه في هذا الاطار، درنا واحد الخريطه الطريق. شنو تتقول اول شيء وهو انه بعداك نضمنوا انه بحال اللي قلتي بالنسبه للناس اللي هما ساكن في العالم القروي نضمنوا لهم مع وزاره الداخليه باش تكون هذوك الحافلات التهريجيه باش الماء يوصل لكل واحد. ودار واحد المجهود 2,700,000 مواطن ومواطنه استفدوا من هذا المجهود. 1200 حافلات تهريجيه، 10,000 تهريج اللي تم اقتناؤه باش اننا نوصلوا لهذا الشيء، ورؤساء الجامعات مشكورين لعبوا واحد الدور مهم كذلك في هذا الاطار. النقطه الثانيه وهو زياده على البعد الاستعجالي ضروري يكون عندنا واحد المنظور. هذا المنظور شنو تيركز؟ تيقول بان المناطق الساحليه نضمن لهم تحليات المياه باش ان الماء ديال اللي هو كاين في السدود يبقى العالم القروي،
ويبقاو الجماعات القرويه ويبقاو الساكنه العالم القروي ويبقى الفلاحه باش يمكننا نضمنوا المستقبل. وهنا تنتكلموا على 1,700,000,000 متر مكعب، كله غيبقى العالم القروي زياده على 500 مليون متر مكعب غتمشي فقط الاطار التحليه، غتمشي فقط للسقي. نقطة ثالثة وهو من جهة أخرى درنا كذلك، قلنا حتى هو في إطار الإنصاف أن المناطق القروية اللي فيها الصبيب بمياه أجاجة أي ماء مالح أننا تنديرهم كذلك المحطات ديال تحلية المياه أو معالجة المياه المعدنية. وهذا جعل أنه اليوم عندنا 110 اللي هي تشتغل والناس الساكنة ديال العالم القروي تستافدوا منها، وعندنا غنوصلوا ل 240 باش يكون هذاك التوازن، ماشي غير المدن الكبرى، حنا تنخدموا حتى الجماعات القروية باش يستافدوا كذلك من تحلية المياه ومعالجة المياه العادلة. النقطة الثالثة وهو أنه اليوم تنديروا في إطار الخطاب الملكي السامي في افتتاح البرلمان وهو كذلك في العرش أنه في إطار تأهيل. انتم عارفين بأن اليوم في مشروع قانون المالية كاين واحد الصندوق خاص ديال التأهيل الترابي وهو كل مشاريع مندمجه، وجات ما يركز بان ضروري الماء تكون استباقيه في هذا الاطار. اذا ملي غنديروا الطرقان نديروا كذلك المدارس والدار كذلك ما هو مرتبط بالمراكز الصحيه، ولكن كذلك الماء ضروري يكون. وبالتالي حنا تنشتغلوا مع وزاره الداخليه مع مع الشركات المتعدده الاختصاصات باش اننا يكون عندنا واحد التصور باش دوار نضمنوا الماء للمغاربه ان شاء الله مستقبلا. هذا هو العمل ديالنا، هذا الروح الوطنيه باش تنشتغلوا، وهذا اللي غنجزوه بفضل الجميع، لان تنعتبروا بهذا عمل جماعي في رؤساء الجهات، في رؤساء الجماعات، في رؤساء المجالس الاقليميه. تضافر الجميع هو اللي غيمكننا ان شاء الله نحققوا هذه الاهداف. وشكرا. شكرا السيد الوزير المحترم. شي ثواني قليله، تفضل. يعني للاسف ما شفيتيش لي الغليل سيد الوزير. هل هناك من تعقيبات اضافيه في هذا الموضوع؟ تفضلوا السيد النائب المحترم. شكرا السيد الوزير. صراحة أنا عارف بأن دقيقة داخل الجلسة العامة و5 دقائق داخل اللجنة ما نقدرش نقول لك المعاناة اللي كتعيشها إقليم شيشاوة، ولهذا السيد الوزير أدعوكم بإلحاح لزيارة مستعجلة بالتنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة الفلاحة لتدارس على الوضع الحرج اللي كيعيشه الإقليم. وكنقول لكم السيد الوزير بتاريخ 27 أكتوبر 2025 بأن أي تأخير في هذه الزيارة غادي نغامروا بملايير الدراهم ديال الاستثمارات العموميه سواء في البنيه التحتيه والقطاع الفلاحي، وملايين ديال ايام العمل اللي هي الفرص الوحيده اللي كاينه في اقليم شيشاوة. السيد الوزير البرامج اللي درتو في مجموعه ديال المناطق شفناها اليوم، الوضع جد بحرجه. السيد الوزير كنتمناو الزياره في القريب العاجل. وشكرا. شكرا السيد النائب المحترم. هل هناك من تعقيبات اضافيه في هذا الموضوع؟ سيد النائب. شكرا السيدة الرئيسة. السيد الوزير سبق لي وتقدمت لك مجموعة من الأسئلة الكتابية حول الوضعية الكارثية اللي كتعرفها مجموعة من الطرق بإقليم تالودانت، وكان الجواب ديالكم السيد الوزير واضح، هو أن الطرق غير المصنفة لا تدخل ضمن اختصاصات وزارة التجهيز. خصك تعرف السيد الوزير باللي ماشي الطرق غير المصنفة هي اللي كتعرف هذه الوضعية الكارثية، حتى الطرق المصنفة للأسف الشديد. اليوم طريق الجهويه 106 اللي كتربط بين الدائره ديال غرم والدائره ديال تليوين ما يمكنش اليوم نسموها طريق جهويه وما يمكنش نسموها طريق مؤبده. الطريق السيد الوزير كتربط بين 3 ديال الاقاليم، هذه ازيد من 20 سنه والناس تعاني الامرين وفي وضعيه يرثى لها. كاينه طريق اخرى سيد الوزير اللي كتربط بين الجماعه ديال سيدي وعزيز والجماعه ديال اولوز. الطريق تعتبر طريق وطنيه، تعتبر طريق وطنيه وكتعرف مجموعه كبيره ديال حوادث السير اللي كتشكل واللي كتخلف عدد كبير ديال الوفيات في غياب تام لمصالح وزاره التجهيز. نفس الشيء سيد الوزير بالنسبه للطريق اللي كتربط بالجماعه ديال ولاد برحيل والجماعه ديال تيكوكا مرورا بالجماعه ديال تركجوند. الطريق عرفت اضرار كبيره بسبب الزلزال، وكنتمناو التدخل ديالكم السيد الوزير. وشكرا. شكرا. هل هناك من تعقيبات اضافيه؟ تفضلوا. غير سيدة الرئيس، سيد الوزير في إطار الجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية الطرقية بصفة عامة، استبشرت ساكنة فاس بمشروع تغيير موقع الأداء لطريق سير مدخل فاس بياج، والذي سيكون له آثار جد إيجابية على مدخل فاس والتنمية الاقتصادية والمجاري للمدينة، إلا أنه تفاجأنا بأخبار تفيد برفضكم لهذا المشروع. فما هي حقيقة ما يروج حول هذا الموضوع؟ الله يجازيكم بخير. حنوا على فاس مكناس بالتي جي في والطريق السريع لطنجة. شكرا سيد الرئيس.
شكرا السيد النائب المحترم. هل هناك تفضلوا السيد النائب سي خزو. شكرا السيد الرئيس المحترم. السيد الوزير المحترم، بغينا نعرفوا البرنامج ديالكم من اجل اتمام الاشغال والتوسيع في طريق الرابطه ما بين تنغير وبني ملال عبر يمين الشيل، واصلاح النقاط السوداء في الطريق ب 704 ما بين بومال ومسمرير، وطريق الرابطه ما بين قلعه مكونه وازلال عبر يغيل المكون. هذه الطرق السيد الوزير المحترم راه خاصهم اعاده النظر، وشكرا جزيلا. شكرا. تفضل السيد النائب المحترم. إلى متى سنقف مكتوف الأيدي أمام عجلة التنمية في ميناء المهريز ضحية لصراع ما يزيد عن سنة بين المكتب الوطني للكهرباء والوكالة الوطنية للموانئ بخصوص الكهرباء؟ سيد الوزير، نريد الحل لهذا المشكل في أقرب وقت، والإشارة فهذا الميناء هو أول ميناء في اتجاه المملكة عند دخولنا معبر القرقرات، والإشارة سيد الوزير فلقد بلغت تكلفة إنجازه ما يزيد عن 300 مليون درهم، وبقي حبيس خلاف ما بين إدارتين. شكرا سيد الوزير. شكرا سيد النائب المحترم. الرد ديالكم السيد الوزير على هذه التعقيبات، تفضلوا. سيدة الرئيسة، شكرا للسادة النواب على هذه التدخلات الهامة. أنا أولا بغيت أكد من جهة بأن في هذا الإطار ديال الصيانة احنا تنشتغلوا على حسب الأولويات اللي هي كاينة، وإن الطرق اللي هي مميتة بحال اللي قالوا الإخوان فهي ما يمكننا إلا تكون مبرمجة إن شاء الله بالنسبة لهذه سنة 2026، لأن دايرين واحد الأرضية انطلاقا من هذه العملية ديال الحوادث السير باش أننا نحملوا كل ما يمكن باش هذه الطرق ما تبقاش فيها هذه الخطورة. النقطة الثانية بالنسبة للزنزال، فأنتم تعلمون بأن راه طلقنا الطريق الوطني رقم 7، والحمد لله راه ماشي بواحد السرعة فائقة ما بين تحنوت وكذلك تارودانت، وعندنا كذلك مع الوكالة ديال الأطلس الكبير فهي مبرمجنا العديد من الطرق، من الطريق اللي تفضل بها السيد النائب المحترم. بالنسبة للجانب المتعلق ما هو مرتبط كذلك بالتصنيف، راح تنشتغلوا على مراجعه التصنيفات، واللي مهم هو اللي تفضلتوا به، اللي اساسي هو كل واحد يعرف شكون اللي تخصو يتكلف باش يمكننا نضمنوا الاستمراريه ديال هذه الصيانه. حنا كوزاره اول مره دخلنا منذ 2024 في الميزانيه ديالنا. اخوان، كان هذا هو الفيديو ديالنا. كيف ما شفتوا فالبرلمانيين ديالنا الله يعطيهم الصحه من وراء داكشي اللي وقع ديال الجلد وداك التخربيق، الله يتولاو كيحكوا لي الوزاره. شفتوا شنو داروا النزار البركه، تبارك الله عليهم. بحال هكا بغينا البرلمان ديالنا يكون، فهمتي، اسئله في الصميم، نقولوا راه ما كاينش الماء، القرى كيعاني وكذا، هذه نتوما كتبقاو تقراو في الوراق وداك الشيء، فهمتي. مزيان والله، مزيان. انا عجبني بعدا وحق الله الديسكور بحال في البرلمان تبدل شويه، ولا بنادم تيهضر بواحد المنطق واقعي شويه. فكان هذا هو الفيديو ديالنا الاخوان. كنتمنى اي واحد يعجبو الفيديو ما يبخلش علينا بلايك، ولا كنتي انت ولا انت اول مره كتشوف هذه القناه فشرفنا بالاشتراك باش دائما يوصلك الجديد. والسلام عليكم ورحمه الله.